معايا حتى لاخر الفيديو. ما تنسوش اللايك والبارطاج، لان اي واحد طلق او عنده مشاكل مع راجله او مع مراته عندك يطيح في هذا الغلط هذا خطر والله العظيم. الا عدي ولادكم اما للسبيطار واما للمقبره. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، مرحبا بكم بحال ديما في قناتكم قناه سلمى مدريد. هذا النهار هذا غنهضروا على واحد الموضوع ديال واحد الولد اللي في العمر ديالو 12 عام، اللي الام ديالو والاب ديالو طلقوا وكل واحد عمل حياته. الام تزوجات والاب من بعد حتى هو تزوج. داك الولد عايش بيناتهم، الوالدين ديالو تفرقوا ملي كان هو في العمر ديالو 4 سنين 5 سنين. الام ديالو صافي عملت حياتها تزوجات، ومن بعد كما قلت لكم حتى الاب تزوج وعمل حياته. داك الولد عنده واحد المهم الحضانه عند الام، وبعض المرات كيكون مع الام ديالو، بعض المرات كيكون مع الاب ديالو. نعاود لكم هذه قصه مؤلمه بزاف باش تحضروا راسكم نتوما اللي عندكم وليداتكم وكتجبر راسكم مطلقين. اي واحد عنده ولادو غيعرف بان راها مسؤوليه. طلقتي ولا ما يعني طلقتي ومشيتي بحالك، ولكن عرف بان بقى في الرقبه ديالك واحد الطفل اولا جوج اولا ثلاثه اللي هي مسؤول نتاع ليهم. هذا الاب كنقولوا هذه الهضره هذه الا عند الام الحضانه، ونفس الشيء الا الاب هو اللي عنده الحضانه والام يعني عندها الايامات اللي خصها تشوف فيها ولادها. راه واخا تزوج وتعمل حياتك، راه داك الولد راه هو في الرقبه ديالك، ما تسمحش فيه. وهنايا غنقول لكم كذلك الاباء اللي كيطلقوا بانكم ملي غتطلقوا ما عمر في حياتكم تهضروا لولادكم على يماهم ماشي مزيانه، او لا الام تهضر على الاب ماشي مزيانه. راه كي مهما كان راه الاب ديالو، ومهما كانت راه الام ديالو. بزاف ديال الاباء بعد ما كيطلقوا كيرجعوا الميل الام ديالهم، كيرجعوا لها يعني دائما كيميلوا عليها، كيقول لا هي اللي غلطانه، لا هي اللي عملت لي، لا هي اللي فعلت. او لا الام كتشبر كترجع الميل، كتبقى تقول له لا انا غنلومه هو، وكتميل ليلو اكثر، كتقول له لان باك هو اللي عمل، باك هو اللي فعل، باك اللي طلق، باك اللي عمل، زيد وزيد وزيد وزيد. المهم هاد المشاكل هادي بزاف ديال النساء والعائل كيكون باقي صغير ما قادش على داك يعني العقل ديالو ما كيقدرش يتحمل داك الشيء كامل، وما عنده حتى شي ذنب هو بانك نتينا ما تحملتيش المسؤوليه ديالك، او نتينا ما تحملتيش الغلط ديالك، او نتينا علاش طلقتي عايجي هو غيتحمل المسؤوليه ديالك او هذا ديك. ونفس الشيء والراجل، وانت الا ما كنتيش مسؤول، ما كنتيش راجل، ما كنتيش قد ما تحملش داك المسؤوليه لداك الطفل هذاك، غدا ولا بعدو عتقول له يماك ماشي مزيانه، او لا كما قلت لكم الام عتقول له باك ماشي مزيانه. تقدر تكونوا نتوما بجوج بكم ماشي مزيانين، نتوما بجوج بكم اللي مسؤولين، اللي من طلقتوا داك الولد بقى بيناتكم. نعاود لكم شنو وقع للولد بهذا الشيء هذا. النهار اللي بقات الام كتقول له راه باك هو اللي مسؤول على الطلاق ديالنا، باك هو اللي عمل لي وفعل لي وشني دار لي، والاب كيبدا يقول اشني عملت يماك، اشني عملت لي وشني فعلت لي، ومع كنت كتمشي، مع كنت كتجي، مع كنت يعجبها تمشي عند مثلا عند جداتها او عند اختها او كثار، ما كديرش في الدار ديالها وهي ماشي مسؤوله، وهي ما مقداش، وهذه على داكشي انا ما قدرتش نستحمل، انا طلقت. راه نتوما بجوج بكم هذوك المشاكل ديالكم، نتوما ما تخليوش ولدكم في الوسط، ما تعاودولوش المشاكل ديالكم. غيقول لك ابا علاش طلقتي، ماما ما كتبش، ماما علاش طلقتي انت وباك، ما كتبش. ما تبقاوش تلوموا شي واحد اخر، يعني واخا يكون بصح، واخا يكون فعل لك قتلك، يعني اي حاجه عمل لكم خليها الداخل ديالك، خليها يعني بينك وبين راسك. ما تبقاش تدخل الولد صغير، هو ماشي مسؤول على الطلاق ديالك، وانت كذلك داك الطفل ماشي مسؤول على الطلاق ديالكم. نعاود لكم القصه ديال هاد الطفل هادي.
اللي يماه بدات كتلوم الاب ديالو، داك الولد كيبغي يماه وكيبغي الاب ديالو، بدات كتلوم وكتلوم 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 ودائما كتقول له باك هو المسؤول، باك هو اللي عمل، باك هو اللي فعل، وهي عملت حياتها وتزوجت وباقي هيداك كتلوم الراجل ديالها وكتميل له الراجل الاولاني اللي خلات الولد يمرض واحد المرض يعني. ونفس الشيء الاب يعني كيقول يماك هي اللي كانت السبب ديال الطلاق، يماك هي اللي عملات، يماك هي اللي فعلات، وهو عمل حياته وتزوج. نتوما كتعيشوا حياتكم، نتوما تزوجتوا او لا ما تزوجتوش باقيين في الديور ديالكم، ولكن شكون اللي كيكون هنايا خاسر هو داك الولد. وكثر الا كان كيبغي الوالدين ديالو بجوج ما كيعرف معاه من يرجع، ما كيعرف شكون هو المسؤول ديال داك الطلاق، ولكن في نفس الوقت كيبغيهم بجوج. بركه غير عليه بان نتوما طلقتوه، هو كل مره خصو يمشي للدار مختلفه، مره يكون في الدار ديال يماه، مره يكون في الدار ديال باباه، مره يمشي يشوف يماه، مره يشوف باباه. بركه عليه غير داكشي هذاك، بركه عليه غير الوالدين ديالو ماشي مع بعضياتهم، بركه عليه غير بان هو كيفيق مع الصباح وكيجبر الراجل ديماه، اولا كيفيق مع الصباح وكيجبر المراه دباباه اللي ما كيجبرش الوالدين ديالو اللي هو كيبغيهم. بركه لانه هاد السيده هذه بقات كتلوم الراجل ديالها حتى الولد ديالها مرض واحد المرض ديال الاعصاب اللي حد الان يعني باقي في الطبايب، باقي يجري وهود لتحت والفوق. هذه غير قصه وعبره. والله العظيم هاد الناس هادو اللي كنعرفهم انا كنعرفهم شخصيا، وكنعرف داك الولد بزاف شخصيا وعندي عزيز، لانه هو ما عنده حتى شي كلفه داك الولد هذاك، لانه الام الى غلطات طلقات لانه هي ماشي مسؤوله، ماشي داك الطفل. والاب الى هو غلط وطلق هو المسؤول ماشي داك الطفل. يعني داك الطفل ما تعمرولوش راسو، ما تعرفوش. هذه قصه ماشي عاودها لي شي حد، هذا الولد هذا كنعرفه وباقي الان هما في الاطباء، هاد باقيين الان بجوج بيهم، ومنين يمشيو للطبيب خصهم يمشيو بجوج بيهم، ماشي تدي غير الام ولا يدي غير الاب، لان القانون كيفرض عليهم يكونوا بجوج بيهم مسؤولين. كذلك كما من بعد نهضر لكم على الحضانه المشتركه والحاجات اللي مسؤول عليهم الاب والام. المهم غندخلوا في واحد الموضوع، شكون اللي باقي ما جربش هاد بروغرامات ديال سينوايف يصيفط الفلوس للعائله ديالو وعيفرحهم. والطريقه اسهل طريقه بلا ما تمشي للوكوتوريو، بلا ما تمشي البنك، بلا ما تمشي حتى لشي حاجه، انتينا جالس في الدار ديالك وكتهبط ابليكاسيون ديال سينوايف وكتريجسترارتي اللي كتسجل باش كتهبط ابليكاسيون سهله مهله. وبدينا الابليكاسيون هذه اسهل حاجه، وكتبدا تدخل الداتوس ديالك، كتدخل الاسم ديالك والايميل ديالك، وكذلك في اخر لحظه ملي كيطلبوا لك واحد الكود باش كيعطيوك 10 ديال الاورو هديه. خصك تعمل، تقدر تجرب غير باورو واحد تصيفط المغرب واعمل الكود ديالي هو سالما مدريد باش يعطيو لك 10 الاورو ريغالو منين تصيفط المغرب. قلت لكم جربوا باورو واحد صيفط اورو وعيعطيو لك 10 ديال عيعطيو لك 100 ديال 100 درهم ريغالو. 10 الاورو ريغالو يعني للدار ديالكم عتوصل 119 119 درهم اللي عتوصل للمغرب. يعني جربوا هاد ابليكاسيون. وكذلك ملي عتجي تدخلوا كتدخلوا الديني ديالكم كتدخلوه من جوج جهات، من الكرا من القدام ومن اللوري، والفلوس كيوصلوا للدار ديالك للمغرب. الام ديالك كتمشي او الاب ديالك او اي واحد من العائله ديالك اللي كتصيفط له الفلوس كيمشي لشعبي كاش وكيجبدهم في دقيقه. وانتينا جالسه في الدار ديالك بحال انا دابا جالسه غندخل غنهبط ابليكاسيون وغنصيفط فلوسي وانا في الدار ديالي هانيه، وكيوصلوا 100% الفلوس مضمونين، لانه انا جربت وبزاف الناس اللي جربوا هاد ابليكاسيون فرحانين بها. جربوا حتى نتوما. المهم بقاو معايا، غدا ان شاء الله غنعمل لكم فيديو جديد وغنعاود لكم ملي كتكون الحضانه المشتركه او لا كتكون الحضانه عند الام والاب، وشنو هو الحاجات اللي واخا كل واحد بوحديته يعني يكون عند الاب غير الزيارات، وشنو هي ابارتي من مانوتنسيون ابارتي من كل شهر خصو يعطيه الفلوس ديالو ديال الصرف، شنو هي كذلك اللي لازم
يزيد يعطيه لولدو ومفروض عليه. غدا ان شاء الله نشوفكم في فيديو اخر. السلام عليكم.